مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن نتائج اللقاء الأخير مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذي أسفر عن مجموعة من المكتسبات المهمة لهذه الفئة. وجاء في البيان أن الحكومة وافقت على زيادة قدرها 1500 درهم للأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، مع إدراج هذا القرار في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل وسريان الأثر الرجعي ابتداء من يناير 2025. كما تم الاتفاق على تقليص مدة العقود للمقيمين المتعاقدين المحددة حاليا في 8 سنوات، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية العمومية بناء على دراسات إحصائية تقدم بها وزارة الصحة واقتراحات اللجنة الوطنية. فيما يخص التعويضات، صرحت الوزارة بأنها ستدمج هذه الفئة في نظام الأجر المتغير فور تفعيله داخل المجموعات الصحية الترابية، بالإضافة إلى مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وآلية توزيعها. وأكدت اللجنة أيضا أن الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين سيستفيدون من التأمين الإجباري عن المرض آمو، إلى جانب إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقهم المهنية والاجتماعية.